السلام عليكم، واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله لا فيديو ديالنا اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الوصفه هايله، وصفه ديال المقارون ولا لي بات بطريقه بزاف سهله وبزاف بنينه. راح نديروها يعني بنص در ديال الدجاج. خطيره البنات، توجد تمتم وولادك راح يحبوها هاد الوصفه. المهم هنا عندي 250 غرام ولا نص باكي ديال المقارون. انا استخدمت ديال ماما. المهم جبت هذاك الكبير، وهنا حطيت فيه طنجره، درت الماء خليته يعني بدا يسخن، درت له الملح ودرت له الزيت هكذا باش نغلي هذوك ليبات، يعني سبقت فيهم ونصفيهم. هنايا الزيت هكذا باش ما هذاك ليبات ما يسقوليش. المهم علميت هذاك المقارون خليته طاب هاهو، يعني ما خليش يتحرحر، نطيبو عندي يعني يكون مازال شويه. ما تنساوش راح نديروه في لاصوص. انا بعد ما طاب لي هذاك المقارون صفيته، ودرك نروح نوجد هذيك لاصوص بزاف هايله. درت هنا ملعقه كبيره ديال مارغرين، ودرت معاها ملعقه كبيره ديال الزيت. نضيف الزيت مع هذيك المارغرين هكذا باش ما تحرقليش هذيك المارغرين. هكذا وندوبها ونخلي يعني يسخن لي. نحط هنا عندي حبه تاع البصل، درت يعني حبه متوسطه، قطعتها هكذا مربعات صغيره. راهي بدات سخانه وكامل نحوسوا على وصفات هكذا سهلين، يعني يوجدوا التمتم، ما نوقفوش بزاف في الكوزينه. وجبت لكم يعني هاد الوصفه بزاف هايله، وان شاء الله وصفات بزاف على القناه راح ينزلوا ان شاء الله. زدت معاهم هنايا 2 سنينات ديال الثوم اللي كنت هرستهم من قبل، ونقلي هذا البصل مع الثوم. بعد ما نقلي هذاك البصل شويه راح نضيف نص در ديال الدجاج اللي كنت قطعته مكعبات صغيره، ونبدا ندير لي زيبيس. درت الملح، درت فلفل كحل، درت معاه ملعقه صغيره ديال الكوري، وزدت معاه ملعقه صغيره ديال الفلفل العكري ولا فلفل احمر. درت الحلو، الناس اللي تحب الحار تقدر تضيف الحار عادي البنات، بالعكس يعني يخرج بزاف بنين. بيان سور، مي انا صراحه الابن تاعي ما ياكلش الحار. هذه هي مي بالحار يخرج روعه، سورتو الا قطعتوا له يعني حبه تاع فلفل حار، تقطعوها هكذا صغيره تخرج من اروع ما يكون. انا صراحه كي نديروا ليا ندير له يعني هكذا حبيبه صغيره تاع الفلفل الحار. هنا تاني زدت له حبه تاع طوماطيش مرحيه، زدت معاه ملعقه كبيره ديال طوماطيش مصبره، ونقلي كل شيء قبل ما نمرق. بيان سور راح نمرقو بالماء سخون، يعني ما كترلوش التمرق تاني، تعرفوا يعني الدجاج ما فيهش الروح. وتاني البنات درت له زعتره، نسيت ما قلت لكمش، يعني درت له مع لي زيبيس، كانت عندي زعتره مرحيه، راح تعطي له طعم هايل. سورتو تاني كي درت له تاني الكوري راح تاني يعطي له بنه. غير جربوه البنات، لي بات بالكوري ما شاء الله راه متوفر يعني في المحلات وفي السوبر ماركت. انا كيما شفتوا يعني مرقت، ما كترتش الماء، ونخلي هذيك لاصوص طيب. يعني للنساء العاملات يقدروا يوجدوا هاد لاصوص تمتم ويخليوها، وكي يولوا للدار يعني يطيبوا هذوك لي بات ويخلطوهم مع بعضهم هكذا. يعني خلط دوك لي بات مع هذيك لاصوص. المهم البنات كامله تحوسوا على هاد الوصفات الساهلين، راهي بدات سخانه، الناس ما تحبش توقف بزاف في الكوزينه، ووصفات اقتصاديه، يعني وصفه هايله وبنينه راح يحبوها الاطفال ديالك. انا كيما راكم تشوفوا دخلت هذوك لي بات مع هذيك لاصوص، يعني نجمرهم هكذا واحد 3 دقائق برك وسيبون، يعني لي بات ديالي راهم واجدين. قلت لكم يعني وصفه سهله، في نص ساعه تكوني وجدتي الغديوه ديالك ولا العشيوه تاعك. وها هم حبيباتي هنايا بعد ما طفيت عليهم النار رشيتهم برشه خفيفه ديال المعدنوس، يعني ما كترتش، راح ندير لهم هكذا تقليبه خفيفه باسكو راح نزيد لهم الفوق في التزيين. هاي ليك حبيباتي في صحن التقديم، ما شاء الله وصفه هايله بزاف بنينه راح تعجب الاطفال ديالك ان شاء الله. زدت رشيتها هكذا برشه خفيفه ديال المعدنوس، انا اختياري. المهم البنات هذه هي الوصفه ديالي اليوم، نتمنى نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك لاول مره يشوف القناه. نبقيكم كامل على خير حبيباتي، دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلاقى إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.